بس سؤالي أنا عنوان المحاضرة أو الندوة لليوم هي كرة القدم إلى أين، أو الرياضة إلى أين، أو الكرة إلى أين؟ كرة القدم في الخليج العربي إلى أين؟ نعم. يعني مش الكرة بالحالة؟ لا، كرة القدم. أنا استغرب من الأخ أبو خالد الآن ينادي بالرياضة وينادي بالاهتمام بكل الرياضات، مع أن في نادي النصر، كوني هلالي يعني في نادي النصر ما أشوف إلا كرة القدم. فإذا كان رئيس النادي يهتم في كرة القدم ورئيس النادي يهتم بالجماهير الرياضية وينسى بقية اللعبات، كيف علينا كلجان أولمبية نهتم بقية اللعبات كرة القدم؟ إذن في مشكلة في نفس الأندية. فأتمنى من الأخ أبو خالد أن مثل ما ينادي بالشيء يطبقه في نادي النصر اللي هو غالي وعزيز على قلوبنا. الشيخ أحمد تكلم عن نادي النصر وقال كيف يتكلم عن الرياضات ونادي النصر ما عنده إلا كرة قدم. وكان بودي أن السبع شهور اللي شرفنا فيها الأخ أحمد في المملكة السعودية عرف نادي النصر وإمكانياته في كل الألعاب، وكان بودي أيضا كالآن أصبح يتبوأ مركز مهم جدا في الرياضة الكويتية أن يدرس أندية المنطقة ويعرف الأندية على حقيقتها ولا يكون بعيد كل البعد عن الحقيقة والواقع. أما هلاليته فأهنئه عليها وأهنئ على هلاليته، لكن هذا شأنه ولا يعنيني في الندوة أي شيء آخر. العزيز الغالي الشيخ أحمد قال النصر نادي اللعبة الواحدة، وأذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نادي النصر نادي 18 لعبة رياضية، وأكثر نادي الآن في المملكة العربية السعودية بكل فخر واعتزاز عنده لعبات مسجلة. ونادي النصر كان نادي اللعبة الواحدة قدام أكثر من 14 سنة، لما كان مجلس الإدارة هو واحد فقط ويدير كل اللعبات. أما عندما نهج له جديد وكل لعبة لها إدارة مستقلة بذاتها وكلها تجتمع عند مجلس الإدارة اللجنة العليا والهيئة العليا، توسعت اللعبات وكان صاحب 18 لعبة. وآخر شيء ولمعلومات الأخ فهد مع تحياتي وتقديري، منتخب المملكة العربية السعودية على مستوى آسيا أحرز المركز الرابع لكمال الأجسام، ونادي النصر كان كل لاعب المنتخب من نادي النصر. والأخ أحمد على فكرة احنا دورناه اليوم ما جاء، واعتقد كان في صالة الحديد، ومن ضمن كمال الأجسام هذه الأشياء. وأدعو لنجار الرياض إن شاء الله يزورنا في صالة الحديد في نادي النصر.